سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم البساطة والجمال. اليوم غادي نقدم لكم هاد البغيوش اللي كيجي رائع، كيجي قطني، كيجي خفيف ومهم نعيا ما نوصف لكم كيجي غزال. غينفعكم هكا. انا هنايا يعني درت كمية وفيرة ودرتو في البواطة ودرتو في الكونجيلاتور هكا. غير غادي نحتاجو غير كنحتاجو نجبدو هكا واحد ثلث ساعة قبل، وكنخليه كيديكونجيلا دابا الحال سخون. كيرجع بحال يلاه طيبتوه كما كتشوفوا. كيجي رائع، كيجي قطني مفشفش هشيش. ما غاديش تندموا الا جربتوه، يعني ما غاديش تندموا عليه. ينفعكم لوليداتكم كما قلت لكم الكوتي مهم بزاف. خرجات دابا الصيف جاي كما كتعرفوا، خرجات البحر وهذا مهم. ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو. انا وريتكم بعدا هنايا الطريقه باش كونجيليتو، يعني درتو هكا في بواطات. داكشي اللي غنستعمل خليته، والشي الاخر درتو في الكونجيلاتور. ما غنطولش عليكم، هذا هو الشكل ديالو. غادي نخليكم باش ندوزو نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير ديال هاد البغيوش. بالنسبة للمقادير عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، يعني 500 غرام، 60 غرام د الزبدة، 3 د المعالق د السكر الخاشن، واحد البيضة. عندي نص كاس د الحليب دافي ذوبت فيه، معلقة صغيرة ديال السكر حبيبات ولا سكر سنيدة ولا السكر الخاشن، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية. غير ذوبتهم، ما خليتهمش تيتفاعلوا يعني ويتضاعف الحجم ديالهم. اون فوا كيذوبوا صافي. زدت هنايا واحد الكيس ديال الفاني. مهم تنسمو بالفاني، تنسمو. انا ديجا جربته بالحامض كيجي رائع. عندي هنايا واحد الخميره، يعني خماره د الحلوى، خميره كيميائيه صافي. وعندي الملحة يعني لتصحيح الذوق صافي. وغادي نجمع هنايا بالحليب، غندير داك نضيف داك الخميرة اللي ذوبتها هكا في الحليب. يعني كما قلت لكم ما كنخليهاش تفاعل ليا. صافي غادي نضيفها على داك الخليط، وغادي نبدا كنجمع بالحليب. ملاحظة اللي ما عندهاش الحليب، تقدر تستعمل الحليب غبرة، يعني تحوض بالحليب غبرة 3 د المعالق ديال الحليب غبرة وتجمع بالماء دافي. دابا الصيف ما غاديش نستعمل، يعني كتستعملوا غير هكا الماء من الروبيني. اللي عنده الماء د الروبيني سخون يعني دافي، اللي عنده الماء د الروبيني بارد يدفيه غير شويه حتى الصيف دغيا كيخمروا لنا المعجنات ديالنا. وإلا درتو عاود الماء دافي كيسرع من داك التفاعل ديال الخميره، دغيا كيخمر، يعني ما كتخمرليش العجينه على خاطرها. المهم غادي نجمع كما قلت لكم هكا بالحليب، وغادي نحاول انني غادي ندلكها شويه بيدي، يعني العجينه قد ما دلكتيها ديال البريوش القرص، قد ما دلكتيها مسمن، قد ما دلكتيها قد ما راه كتجيك مزيانه. واللي عندها العجانه تقدر تستعمل العجانه. انا صافي غادي نجمع هنايا البريوش، ما غاديش نخليه قاسح وما غاديش نجريه يعني يكون جاري عاود يمحني في الخدمه ديالو. ما تنسوش ان داك الزبده غير كنبداو ندلكو راه كتبدا كتطلق يعني كتطلق لي العجينه. احنا كندلكو نتوما كتحسوا بالعجينه كتطلق. صافي انا غادي ندلكها هنايا وغادي نغطيها بشي حاجه ونخليها تخمر ونتلاقاو. هنايا بعد ما جمعتها، هذا هو القوام ديالها اللي خليت لها، يعني كتشوفوا العجينه ملسه كتطوعكم. صافي غادي نغطيها ونخليها تخمر. هنايا بعد ما خمرت ليا العجينه ديالي بحال هكا، صافي غادي انا هنايا مسحت يعني فين غادي نقرصها. غادي نجيب شويه د الزيت وغادي ندهن البلاصه فين غادي نقرصها بحال هكا. انا هنا خدمت على البوطاجي. صافي غادي ندهن الزيت، وغادي غادي نحاول انني غادي نطلق داك العجينه على شكل، نعطيها واحد الشكل مربع. وغادي والبوطاجي ما غاديش ندهنو بزاف بالزيت، يعني حتى تبقى تبغج ليا بالزيت، يعني غير شويه باش هكا
باش هكا ما تلصقش ليا، ما تلصقليش العجينة ديالي، و وفي نفس الوقت ما ندهنهاش يعني بزاف وتبقى الزيت هكا المهم غير شوية، يعني غير باش ما تلصقش ليا العجينة. صافي غادي ندلكها ونعطيها داك الشكل مربع وندوزو. بالنسبة ليا انا هنايا بعد ما غادي نطلقها، اللي عندها نوتيلا بغات دهنها بنوتيلا دهنها، اللي عندها كونفيتير بغات دهنها فضلات انها دهنها بالكونفيتير دهنها. وكتبقى كل وحده وشنو كيبغيو وليداتها، يعني كل وحده شنو كيفضلوا لها وليداتها. انا هنايا شديت الشكل، شديت الحليب، ما عنديش الشكلاط ديال الدهن. شديت الحليب واحد نص كاس، ذوبت فيه واحد 15 قطعة ديال الشكلاط، واحد المعلقة كبيرة د الكاكاو. صافي وغادي بيه باش غادي ندهن هاد البغيوش. يعني ما استعملت لا شوكولاتة ديال الدهن لا كونفيتير. انا درت بحال شكل ديال الكاناش، هي ماشي كاناش ولكن تقريبا. غير ذوبتها صافي ودرتها واستعملتها. آه جاتني صراحة في المذاق حسن كاع من الشكلاط ديال الدهن، يعني عجبتني الفكرة. صافي غادي ندهنها هنايا، نطاليها مزيان في داك البغيوش، ونحاول انني ما غاديش ندهن الجوانب باش هكا ما يخرجليش داك الشكلاط يعني من البغيوش ديالي لتحت. اما من الفوق راه غادي نشرطو. المهم نخليكم ما نحرق لكمش المراحل. غادي ندردر هنايا داك الحبيبات ديال الشكلاط، كيبقاو ليا هكاك صاينين في البغيوش، كيعطيو له واحد بحال كتعضي هكا في الشكلاط، كيعطيو له واحد الاخر. صافي وغادي نبدا كنرولي في داك العجينه ديالي. غادي نروليها هكا بحال شكل ديال الشنيك. غير غادي نوصل القنت الاخرى، غادي نقلب هذاك الطرف الاخر باش هكا ما غاديش يخرج ليا كما قلت لكم الشكلاط من التحت في المول ديالي ويلصق. هانتوما كتشوفوا يعني الطريقه موضحه في الفيديو. كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره. صافي وغادي نكمل دابا عادي بحال هكا. صراحة هاد البغيوش كيجي واعر، كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. صافي غادي نجيب واحد المول اللي دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالطحين. ما كنكثرلوش الطحين، يعني كندير غير رشه خفيفه. تقدروا دهنوه غير بالزبده الا ما كيسقلكمش المول. غنجيب واحد السكين يكون حاد وغادي ندير هكا شريطه، ما غنوصلهاش حتى لتحت ديال البريوش، يعني غير هكا من الفوق وليني نغرقها شويه، وفي نفس الوقت ما نوصلهاش يعني حتى لتحت حتى لسطح العمل ديالي بحال هكا. صافي وغادي نهز داك البغيوش. انا درت لها هكا باش ان داك الشكلاط يبان ليا من الفوق، يعني يجيوني داك الخطوط ديال الشكلاط باينين ليا من الفوق فاش يطيب ليا البغيوش. صافي وغادي نديرها هنا في المول ونخليها حتى تخمر، يعني تخمر على خاطرها، وندهنها بصفار البيض وندخلها للفران اللي يكون سخون. وفاش ندخل البريوش ندير نار متوسطة. صافي وبعد ما كنخرجها من الفران، يعني ما يكونش الفران مجهد، يعني نار متوسطة. بعد ما كنخرجها من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالها. التزيين كيبقى اختياري، بغيتو تدهنوها بالكونفيتير ودردروا لها اللوز ولا الكوكو، ولا انا اختاريت درت لها غير خطوط هكا بالشوكولاته البيضاء. كيجي رائع، كنتمنى تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. والى الفيديو المقبل باذن الله.